السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو بتاعنا النهارده فيديو صغير كده وجميل جدا، جايلك بفكرة تحفة اعتمديها وخليكي ست بيت شاطرة. النهارده هنفصص التمرة مع بعض. كلنا عارفين ان رمضان خلاص على الابواب، كل سنة وانتم طيبين. وهنجهز التمر نوفر الوقت عشان اليوم كله ما يبقاش ضايع في المطبخ. هتبقى حاجة جاهزة عندك موجودة في التلاجة، وقت ما تحبي تستخدميها تطلعيها هتلاقيه جاهز. كلنا عارفين ان التمر الناشف ده بياخد وقت في تفصيصه وكمان بيبقى صعب جدا. انا واحده من الناس كانت اصابعي بتوجعني جدا لما باجي افصصه بالسكينه، وكان بيبقى ناشف جدا. النهارده هنفصصه مع بعض بطريقه سهله بسيطه جدا عمرها ما خطرت ببالك. قبل ما نبدا في الفيديو، اتمنى منك لو اول مره بتشوفي قناتي يا ريت تشوفي فيديوهاتي وتقيميها، ولو شايفاني بقدم محتوى هادف واستحق اللايك اتمنى تدعميني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. طبعا انا عامله معاكم كميه صغيره، بس انا كنت جايبه في اليوم ده حوالي 5 كيلو من التمر. بفصصهم بياخدوا معايا رمضان كله، ولو احتجت بعد كده بشتري كمان. هنجيب التمر مش هنغسله لان احنا زي ما قلت لك هنفصصه وهنحتفظ بيه، لو غسلتيه مش هينفع طبعا تحتفظي بيه. فهنجيب التمر هو ناشف بالطريقه دي، وهنجيب عصاره الليمون. عمرها ما خطرت ببالك تفصصي البلح او التمر بعصاره الليمون. هتجيب التمر بالطريقه دي وهتحطيه، هتضغطي كده ضغطه بسيطه، هتلاقي البلحه اتقسمت معاكي بالنص والنوى خرج بكل سهوله بدون ما تتعبي ايديكي او صوابعك. وهتفصصي كمان اكبر كميه. اضغطي كده ضغطه خفيفه. شايفين التمر او البلحه اتقسمت بالنص، وهنشيل النوى بكل سهوله. طريقه جميله جدا. عايزه اقولك ال5 كيلو ما خدوش معايا حوالي نص ساعه، كنت مفصصاهم بطريقه سهله وبسيطه جدا من غير ما اتعب ولا ايدي تتعب. وكمان عشان ما نضيعش وقتنا في رمضان، ما يبقاش كل اليوم واقفين في المطبخ. حاجه توفر عليكي وقت ما تحبي تستخدميه بتطلعيه تاخدي الكميه اللي انت عايزاها وتغسليها، وبعد كده تستخدميه حسب راحتك انت. طريقه سهله بسيطه جدا، والفكره روعه. اتمنى ان انت ان شاء الله تجربيها وتنال اعجابكم، ويا ريت تدعميني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. واشوفك في فيديو جديد، ومع السلامه.